السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. شلونكم؟ زينين ان شاء الله كلكم بخير. رجعنا بفيديو حلو جديد، روتين على طبخ على مدري شنو. خليكم وياي. بس قبل لا نبلش بالفيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. مثل ما تشوفون طلعت بخاخ اللي هو مزيل الدهون. نقعت الطباخ حتى أبلش بغسل الطباخ، وبعدها غسلت الماعين، وبعد سويت طبختنا. خليكم وياي. راح بس أنقع بهذا المزيل وأتركه بين ما أكمل الماعين وأغسلهم وأرجع أنظفهم. أهم شي هاي مالات الطباخ اللي هي شو نقول السبايات، شو يسمونها. يلا يعني نترككم ونرجع لكم بعدين. حاجة الطباخ طبعا. وهنا عندي الماعين مالات الريوق ومالات الغداء وشكو شي بالثلاجة طلعته بالثلاجة. طبعا تعذروني تعليسات مو طبيعية، بس أنا طبيعتي إذا غسلت الماعين أروح على الثلاجة، شكو شي زايد أطلعه. طبعا باحة شفت الفيديو. فكان غدانا نفس المرقة ونفس التمن، بقى زايد استخدمناه ثاني يوم. كان عندي كنت شاويت لهم قبل يوم دجاج، يحبون الدجاج شوي. هم طلعته حميته واكلناه. المهم لاقيكم لا تقولوا لي. نغسل هاي الماعين واكمل الفيديو وياكم. حبيباتي، حبيت احكي وياكم في السالفه، ولو هو سالفه شيء مرتبطه بتعليق من تعليقات من المتابعات. طبعا واحده من المتابعات العفو طلع لي اسمها النماها العقابي، هي بعد ما عرفوا هذا اسمها، اسم والدتها، اسم خالتها، اسم مستعار ما أعرف. فكاتبة بالتعليق تقول لي أنت سبب تدمير حياتي، أنت سبب تدمير شخصيتي. زين، من أي ناحية أنا مدمرة شخصيتك وحياتك؟ من ناحية الدراسة، كل واحد ياخذ استحقاقه بالدراسة، لأن هي من كاتبة التعليق كاتبت للست، معناها هي طالبة على ضوء كلامها. زين، أنا دمرت حياتك من ناحية الدراسة، فمثل ما قلت لك إنه الدراسة كل واحد ياخذ استحقاقه. أنت زينة وشاطرة طبعا تنجحين، أنت مو شاطرة ومو تعبانة على حالك وتردين النجاح على الساهل طبعا ما تنجحين. ومن ناحية الشخصية مستحيل أدمر شخصية طالبة. أني يعني خدمتي 27 سنة وأنا ويا الطالبات صديقة مو معلمة، واعتبر نفسي امهم، واعتبر نفسي البعض اليوم انا ببيتكم، ايش تعتبروني. فمن المستحيل انه انا اكون سبب ابتعاثك او تدمير شخصيتك. راجعي نفسك يا حبيبتي وراح تعرفين شنو السبب. فلا تخليني بقلبك. بس انا متأكدة 1,000,000% 1,000,000% انه انا مستحيل ادمر شخصية اي طالبة او اي انسان، من سابع المستحيلات. فراجعي نفسك وراح تعرفين وين الخلل. وبالنسبة للمتابعة الثانية الحبوبة، يا بعد قلبي يا حبيبتي، تعليقك الحلو اللي يخبل. طبعا هي من الموصل، تحياتي إلك ولأهل الموصل كافة، ونورتي قناتي وأهلا وسهلا بيك. يعني شوف الفرق بين ذاك التعليق وهذا التعليق. بس أرجع وأقول يا مها العقابي، راجع نفسك وشوفوا وين الخلل. مستحيل أنا هذا أسلوبي ويا أي طالبة. حبيباتي خليكم ويا الفيديو ونرجع لكم. أصوات مزعجة، أصوات الكهربائية، بس إيش راح أسوي؟ العفو. بعد شفتوني أنا من نقعت شو اسمه، بقيته فترة، راح أخسته وهو فوق الطباخ.
حبيبات وبعد ما كملت التنظيف وخلص اجيت وكملت طبختي. وهنا عندي اليوم طبختي هي أجنحة الدجاج بس بغير طريقة، تخبل تجنن، الصلصة تختلف، وتعالوا نشوفها وياكم. طبختي هنا احتاج بيها بصل مقطعتها شرائح، خليت بهاي الطاوة شوية زيت وذبلتهم، وبعدها ضفت عليها التوابل اللي احتاجها هي. ضفت عليهم السماق واللي قلت لكم اعشقه بالطبخات اللي هي المشاوي. بس هنا عندي ما اشوي الاجنحة، هنا جاي اسويها طبخة على الطباخ، يعني شلون تقولين تحميسة على شوة، مو فرن، شوة طباخ. ضفت الكاري وضفت السماق وضفت قليل من الروزماري يخبل بالدجاج والله، وضفت عليهم الملح بعدين، والأجنحة ضفت عليهم السماق قليل، وضفت اللمندوزي، وضفت هماتين شوية كاري. حبيباتي هنا بعد ما ذبل البصل عندي مثل ما تشوفون، وعلى التتبيلة هاي خليتها يم ريحتها تخبل. طبعا هنا أنا قاعد أسولف بالفيديو، بس للأسف ما أعرف ليش الصوت ناصي وما طلع واضح، فرجعت منتجته وحكيت وياكم. المهم ذبل عند البصل، رتبت هاي الأجنحة وضفت عليها الصلصة اللي أحتاجها هي الكاتشب، ضفت وضفت عليهم دبس الرمان. طبعا هاي بوتيتا عندي مقلاية وجاهزة، ضفتها فوقهم، وخليت الصلصة الأخيرة اللي قلت لكم عليها هي دبس الرمان والكاتشب، والطعم طعم يجنن يخبل. حطيت شوية كاتشب، دبس رمان، بعد ما خليت الصلصة خليت قليل من المي، وغطيت الطاوة ونصيت النار وخليتها على نار هادئة. حبيباتي هاي كانت طبختي اليوم، تخبل تجنن. خل ناخذ لنا منها شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اريد دجاج تعرفون الجناح ما يطلع بيه هواية دجاج. توستاية اخلي بيها هذا اللي احبه، وفديت هاي هي مو صلصة، نار جمال يا يما يا حبيباتي. يتخبل طبعا انا ضقتها. والله تخبل. حبيبتي اشتهيتي؟ شو اسمه؟ تخبل تجنن. هاي طبخت اليوم، وهاي كانت وجبتنا لهذا اليوم. اتمنى عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوني لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. يلا لهنا يخلص الفيديو، التقيكم فيديو جديد، باي باي.